السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص فنجانك يا برج الثور، والله العظيم فتحته فتحة بياض وفتحة خير بإذن الله. يلا نتوكل على الله. فنجانك رايق على فكرة. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. طيب بصوا يا جماعة، هو أنا عايزة أقول لكم على حاجة. في ناس منكم بيفكروا في سفر، بس في طوبة واقفة لكم في طريق السفر. فمن الواضح ان ممكن يكون في شخص واقف لك في السفر يا برج الثور، او ممكن يكون انت يا برج الثور يعني ايه، السفر ده مش اللي ظهر لي ده مش بتاع شغل، لا ده بتاع تغيير جو، او انت عايز تعمل حاجه معينه، ممكن يعني تروح من محافظه لمحافظه او زياره عائليه او اي حاجه. ففي شخص يعني ايه مش عايز يريحك، في شخص المفروض ان هو يكون معاك، فعامل زي الطوبه في الطريق اهو، حتى ظاهر ليكم شايفينه. فعامه الله يسهل له. فتفكيركم الفتره دي في ان انتم ايه، تسافروا. في ناس بقى انا شايفه ان هي مجهزه شنطه السفر بالفعل على فكره، وان شاء الله هتسافروا على خير. بس انا ظاهر لي ان في ناس عندها عرض هيتعرض عليها اللي هو سفر بشغل باذن الله. فيا رب خير للجميع باذن الله. بصوا بقى يا اصحاب برج الثور، يعني لمصداقية الفنجان والفك الرموز هقول السلب والايجابي. هناخد السلب من ناحية ايه، من ناحية ان احنا توعية او نخلي بالنا عامه. وفي الاول وفي الاخر لا يعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. بس انتم قولوا لي الفنجان ده بينطبق على مين فيكم، وانتم طاقات كتير قوي، فهو بالتاكيد مش هيجيب جميع الطاقات، يعني دي طاقه عامه مش طاقه فرديه. ماشي يا حبايبي، انتم اغلبيتكم الفتره دي عندكم ملل وعندكم زهق وعندكم روتين، عندكم تفكير زيادة، عندكم حيرة في أمور كتير، وممكن يكون الحيرة وصلت لأمرين عندكم بتفكروا فيهم. برضو التفكير الزيادة يخص ماديات، التفكير الزيادة يخص ناس بعيدة عنك على فكرة. فبصوا أنا شايفاكم إن انتم في تشتيت عندكم جامد قوي بصراحة يعني. ماشي. بصوا يا جماعة، ممكن تحاولوا ان انتم تغيروا الطاقة دي بايه، بان انتم تخرجوا او تغيروا جو، او تروحوا تزوروا حد بقالكم فترة ما شفتوهوش. يعني بمعنى اصح تغيروها بايه، تغيروها في ان انتم تنزلوا تتمشوا. المشي حلو جدا لو انتم حتى ما عندكمش امكانيات ان انتم تخرجوا او تصرفوا. ممكن تنزلوا تتمشوا، تنزلوا تشوفوا اي مناظر طبيعية، تشوفوا النيل، تشوفوا بحر، اي حاجة طبيعية في المكان اللي انت فيه يا برج الثور. لان انت محتاج لكده على فكرة، محتاج لكده ومكتئب قوي انت يا برج الثور بصراحة. فلازم تعمل اللي بقولك عليه. زائد ان انت محتاج ان انت تحصن نفسك كتير الفترة دي. ودايما بقول لكل برج ولكل فنجان التحصينات حتى لو كانت باذكار الصباح والمساء، وانت محتاج لكده. ماشي، عشان تخرجوا بقى من الملل ومن الروتين اللي انتم فيه ومن الزعل اللي انتم فيه. ومعرفش في حاجة مزعلاكم، ممكن يكون شخص هو اللي زعلكم على فكرة بكلامه، او ممكن يكون يعني انت مش عارفة اقولك ايه يا برج الثور، بس انت في حاجة مضايقاك، في حاجة مزعلاك. ممكن اللي مزعلك اقولك ايه، وضعك المادي اكتر حاجة. اللي مزعلك ان ممكن يكون في شخص بعيد عنك، اللي مزعلك ممكن يكون في ولاد بعيد عنك، عشان انا عندي برضو كده ظاهر لي في الفنجان. بس عامة انا حابة ان انا اقول لكم على حاجة. انتم عندكم رجوع لشخص على فكرة، الشخص ده ممكن يكون مسافر او ممكن يكون هو بعيد عنكم. عندكم رجوع للشخص ده وعندكم لقاء معاه. واللي عنده ولاده بعيد عنه، او انت بقى اللي مسافر في بلد تانية بعيد عن ولادك يا برج الثور، انا شايفة انه قريب قوي انت هترجع باذن الله، وهيكون في لقاء ما بينك وما بين ولادك. ماشي يا حبايبي. في خسارة انتم خسرتوها ممكن هي اللي مضايقاكم برضو. احب اقول لكم ان اي خسارة خسرتوها الفترة اللي فاتت هيكون عندكم تعويض باذن الله. ماشي يا حبايبي. اللي مضايقكم برضو او الملل اللي عندكم الفترة دي بسبب ان انتم يعني اللي كل يوم متكرر عليكم، بمعنى اللي بتباتوا فيه او بتناموا عليه بتصبحوا تلاقيه. فانتم عايشين روتين قوي، خانقة قوي، فما يعلم بيكم الا ربنا بصراحة. خلي بالك من صحتك يا برج الثور.
بصوا، بعض الطاقات منكم مش الكل، بعض الطاقات اللي جايين لي في فنجان النهارده، من الواضح ان انتم الفتره دي يعني متعرضين ان انتم يجيلكم برد، او متعرضين لتعب شويه في المعده، قولون عصبي في المعده، جيوب انفيه الفتره دي. فعامه خلي بالكم من نفسيكم ومن صحتكم. بعض الطاقات منكم عندكم شخص هو اللي هيتعب الفتره دي، واقول لكم انا تعبان. في يعني في كلام زي كده اساسا مكتوب عندك في الفنجان. في حد هيقول لك انا تعبان، ممكن يكون حد من ولادك او شريك ليك، ماشي، او يعني حد قريب منك عامه. بس باذن الله هيكون عندكم استشفاء، ماشي يا حبايبي، سواء انت او حد قريب منك هيكون عندكم استشفاء من التعب ده باذن الله. بصوا، انا عايزه اقول لكم على حاجه، ناموا كويس عشان انتم ما بتناموش تقريبا، والله العظيم مش بتناموا. بتناموا على تفكير وبتصحوا على تفكير، فما بتاخدوش كفايتكم في النوم، فما ينفعش يا جماعه. والله بص يا برج السماء، مش عارفه اقول لك ايه، بس هو يعني ناس كتير داخله بتقول لي احنا بالفعل تعبانين. انتم مش تعبانين، بس تعب صحي، او وارد ان انتم تتعبوا، او وارد ان انتم تتعبوا، عشان انا جاي لي طاقات كتير تعبانه، فبالتالي لو في طاقات مش تعبانه الطاقه ممكن تتاثروا بيها عامه، وانتم كمان تتعبوا. بس هيكون عندكم استشفاء باذن الله. التعب اللي عندكم اكتر شيء ظاهر لي في الفنجان هو يعني ايه، تعب يعني مش صحي ولا جسدي بس، لا، تعب ضغوطات، تعب التزامات عليك، تعب حمل عليك، تعب وحدة انت حاسس فيها الفترة دي، حاسس ان انت وحيد، حاسس ان مفيش حد حواليك، حاسس ان مفيش حد بيساعدك، حاسس ان الناس اللي قريبين منك اللي انت بمعنى اصح بتشتغل عشانهم او بتكافح عشانهم او بتتعب عشانهم، هم مش حاسين بيك بمعنى اصح. فده التعب النفسي، الضغوطات النفسية اللي عندك هي اللي تعباك، وبالتالي ممكن تأثر عليك صحيا. والعين برضو والطاقات السلبية تأثر عليك صحيا على فكرة يا برج الثور. فعامة يا برج الثور، انت مضغوط نفسيا اول فترة دي، وشايفاك يمكن تكرر الفترة دي ان انت تكون في عزلة او تبعد عن الناس اللي حواليك. وانت على فكرة احسن حاجة تعملها ان انت تبعد عن الناس اللي حواليك، اولا عشان تدي فرصة لنفسك ان انت تفكر صح وتاخد قرارات صح في هدوء كده، في خلوه كده مع نفسك. زائد كمان ان انا شايفه ان انت متعرض ان يحصل لك مشاكل كتير، والسبب في المشاكل اللي بتحصل لك او بتحصل معاك الفتره دي الناس اللي حواليك ضغطهم عليك، هم اللي بيسببوا لك المشاكل، هم اللي بيضايقوك، هم اللي بينرفزوك. في شخص بيتعصب عليك الفتره دي على فكره يا برج الثور، في شخص بيتعصب عليك، بس انا شايفاك يعني انت بتحاول ان انت تقبله على فكره، ماشي يا برج الثور. عامة يا برج الثور، يعني ربنا يبعد عنكم كل شر، بس زي ما قلت لكم ان التعب والضغط اللي انتم فيه اكتر ما هو صحي هو تعب نفسي من ضغوطات عليكم، وكمان بسبب امور كتير انت حاسس ان هي واقفة معاك الفترة دي ومش ماشية معاك، امور يعني حاسس ان هي صعبة معاك، بتمشي معاك بتقلب معنى اصح، او امور متعلقة مش عارف تاخد فيها قرار، او امور مش واضحة ليك، امور غامضة بالنسبه لك. فعامه الفتره اللي جايه لو في امور غامضه بالنسبه لك انا شايفه ان هي هتوضح ليك. لو في امور مش عارف تاخد فيها قرار، خد وقتك في التفكير، وباذن الله هتقدر ان انت تقرر قرار سليم. بص، عامه لو في امور واقفه معاك هيبقى سببها الاساسي الماديات، الماديات مشكلة أصحاب برج الثور، الماديات، الفلوس والله العظيم الفلوس دي لو جاتكم انتم بصوا مش هيهمكم اي حاجة تانية بتحصل. انتم اللي غامم نفسكم، واللي مشيلكم الهم، واللي مزعلكم، واللي محزنكم، واللي ضاغط عليكم ضغطة جامدة نفسيا او عصبيا او ذهنيا حتى في التفكير، الماديات. الحاجة الوحيدة اللي برج الثور هماه قوي الفترة دي مش عاطفة خالص، العاطفة دي اخر حاجة في حياتك، اخر حاجة، وممكن تستغنى عنها كمان في سبيل ان مادياتك تكون كويسة، في سبيل ان وضعك يكون كويس. ربنا يبعد عنكم كل شر يا رب، ربنا يبعد عنكم كل شر. بس عامة انا عايزة اقولك على حاجة، انت العين برضو هي اللي جايبة اجلك، لان انت نجم خفيف،
والعين في كل مكان انت بتكون متواجد فيه يا برج الثور. عين من ناس قريبين منك، عين من اصحاب، عين من زمايل، عين من ناس في الشغل. الناس بتبصلك على شكلك، على اهتمامك بشكلك، على لبسك، على مظهرك، على يعني حتى لو انت تعبان يا برج الثور انت ما بتقولش ان انت تعبان، انت ما بتقولش دي خالص. انت بتبقى ظاهر بكامل اناقتك وبكامل شياكتك وبكامل صحتك، ما شاء الله عليك يعني. ماشي. وفي ناس اساسا كمان في قلب الشغل على فكرة يعني بصلك على رزقك ومركزة معاك على لقمة عيشك على فكرة. فالفترة دي يعني انت لو حاسس حتى ان في فلوس بتخش لك بس الفلوس دي مش بتقضيك او مش بتقضي التزاماتك او مش بتقضي مصاريفك ويعني هي مش قد كده، مش قد كده، والفلوس اللي بتجيلك دي ما يعني بمعنى اصح بتطير منك، ده هيكون بسبب العين اللي عليك وبسبب الناس اللي بتحقد عليك وبسبب الناس اللي حاسداك، متأثر انت بالطاقات السلبية عامة. طاقتك مسحوبة يا برج الثور، طاقتك مسحوبة قوي، مسحوبة منك بجد. مش عارف تفرح ومش عارف تضحك، مش قادر تحس بأي حاجة يعني بتحصل معاك الفترة دي، ان حتى لو حد بيقول نكتة هتضحك بس مش الضحكة طالعة من القلب، والله مش طالعة من القلب خالص. ما انا بقول لكم طاقتكم مستنزفة، والله طاقتكم مستنزفة، تعبانين تعبانين خالص. اهم حاجه القرار اللي انتم خدتوه ان انتم تبعدوا عن المشاكل وعن الناس اللي بتجيب لكم مشاكل وعن الناس اللي بتضغطكم نفسيا، ده احسن قرار. الفترة اللي جاية بإذن الله أنا شايفة إن هي فترة هتكون كويسة بإذن الله، هتكون فترة انفراجات ليكم على خير بإذن الله. بصي يا برج الثور، أنا شايفة إن أنت هتمسك فلوس في إيدك الفترة دي، ممكن ما تكونش فلوس يعني بتاعتك أنت، بس ممكن تكون جاية لك دعم، أو أنت حد بيقدم لك مساعدة، او فلوس ممكن مش عارفه انت بتوصلها لحاجه. بس في بعض الطاقات منكم ظاهرين لي والله ان انتم مسكتوا فلوس الفتره دي في ايديكم. ايه بقى الفلوس دي؟ بتاعت ايه ولا مصدرها ايه؟ ممكن يكون زي ما قلت لكم دعم جاي لكم، او جمعيه هتدفعها، او التزامات عليك او اقساط عليك هتدفعها. ففي حد يعني اداك فلوس او دعمك الفتره دي، حد قريب منك. فعامة عايزة اقولك ان ربنا موجود، فربنا سبحانه وتعالى يعني بيفكها عليك. مش هتفضل طول عمرك عندك ازمة او عندك ضيقة، لا والله ربنا هيفرجها عليكم كلكم والله ويوسعها عليكم وهتفرحوا والله، وفي انفراجة جاية لك بسرعة يا برج الثور. بس انا شايفة يعني بصراحة ان ناس كتير منكم اغلبيكم انتم داخلين على فترة صعبة قوي من الالتزامات اللي مطلوبة منكم والمتطلبات اللي مطلوبة منكم، ايا كان بقى التزامات بقى، اقساط، دين عليكم عايزين تسدوه، مصاريف بيوت فاتحينها، ناس بتبعت لهم فلوس، التزامات مدارس. في التزامات زي كده عند ناس كتير منكم داخلين عليها ويمكن شايلين همها من دلوقتي، والله ويمكن بتفكروا فيها من دلوقتي، ويمكن بتشوفوا لها حل من دلوقتي. أصحاب برج الثور، بسم الله الرحمن الرحيم. في شخص هيتكلم معاك الفترة دي في سر يخصه أو في حاجة تخصه، في شخص هيأمنك على سر او هيأمنك على حاجة تخصه الفترة دي. فانت عامة انا شايفاك ان انت الفترة دي هتكون يعني شايل سر لحد، فحاول بقدر المستطاع ان انت ما تتكلمش عن السر ده ايا كان ايه. حتى لو حصل مشكلة ما بينك وما بين الشخص ده في يوم من الايام، السر لازم يكون في بير. انت عامة من يعني صادق الحمد لله، وانا عارفة ان استحالة ان انت تطلع سر الشخص ده، بس وارد. انا بديك نصيحة لوجه الله ماشي، لان الشخص ده لو انت طلعت السر اللي هو اداهولك هتتأذي على فكرة، لان الشخص ده من الواضح ان هو شخص روحاني، في شخص روحاني في قلب حياتك واداك سر ليه، فخلي بالك.
ما تخونهوش. يعني انا طبعا ما ينفعش اقول لك كده يا برج الثور انت ما بتخونش الحمد لله، بس يعني برضو من امنك على شيء لازم تبقى قده وقدود. انت كمان يا برج الثور خلي بالك على اسرارك الفترة دي، عشان برضو في ناس لو عرفت اسرارك هتستخدم اسرارك دي سلاح ضدك وهتدمرك بيه، فخلي بالك يا برج الثور. ماشي يا حبايبي، خليكم كتومين على حالكم. الناس اللي بتقولي عندنا تعطيل، التعطيل يا جماعة الفترة اللي جاية بإذن الله مش هيكون موجود عندكم بإذن الله. الأمور اللي واقفة معاكم او انتم مش عارفين ليها حل او مش عارفين تاخدوا خطوة فيها بسبب ان مفيش ماديات معاكم، ان شاء الله هيكون معاكم ماديات وربنا هيفرجها عليكم واموركم كلها هتمشي معاكم زي ما انتم عايزين. والله بص يا برج الثور انا عايزة اقول لكم على حاجة نصيحة لوجه الله، الناس اللي جايه لي في فنجان النهارده، خوفكم وتفكيركم في بكره ده اللي تعبكم نفسيا، فيا ريت بقى تسيبوا بكره ده على ربنا سبحانه وتعالى. ماشي، عشان ده بكره ده مش بتاعنا، احنا نفكر في دلوقتي في حالنا دلوقتي اللي احنا فيه. ماشي والله، لكن ما نفكرش احنا ببكره وما نخافش. يعني طول ما انت ربنا موجود وطول ما انت يعني ربنا جواك ليه تخاف من بكره؟ الميزان نزل امبارح يا جماعه، خشوا شوفوه على صفحه الفيس وعلى صفحه اليوتيوب. بسم الله، كل حاجه باينه في الفنجان هشوفها لكم وافكها لكم بالتفصيل. انتم حبايبي، اصحاب برج الثور حبايبي والله، اغلبيه اهلي اساسا برج الثور على فكره. والله. والاسد نزل امبارح يا جماعه، الاسد يا جماعه اللي لسه بصوا بقى، عشان في ناس على التيك توك من الواضح ما اشتركتش في صفحه اليوتيوب والفيس. بصوا الصفحه باسمه مميز في عالم الروحانيات، خشوا هتشوفوا الفنجان بتاعكم كامل فيديو، لكن التيك توك مش بينزل عليه الفنجان كامل، بينزل متقطع، هما بيحكمونا بكده. ماشي، فاتمنى ان كل اللي على التيك توك يشتركوا على صفحه الفيس وكبروها كمان صفحه الفيس. ماشي يا حبايبي. لا هو برج الثور الفترة دي ممكن يتعصب، فخلي بالكم من عصبيتكم. ماشي، عشان في ناس ممكن تزعل منكم، حاولوا ان انتم تتحكموا في العصبية بتاعتكم. هو العصبية طبعا انتم مش ده، يعني ده مش طبعكم، ده انتم عندكم، ده انتم ناس صبورة على الناس الوحشة اللي حواليكم وعلى المشاكل وعلى كل حاجة الى ابعد حدود. بس انتم لو عصبيين الفترة دي بسبب ايه؟ هيكون بسبب الاساسي ان انتم مش مرتاحين من جواكم ومضغوطين، فغصب عنكم اقل حاجة بتوتركم واقل حاجة بتعصبكم. ماشي، اقل استفزاز بيحصل معاكم بيضايقكم وبيعصبكم بس، لكن انتم مش اي حاجه بتعصبكم على فكره. ده انتم بقول لكم، ده انتم ما شاء الله عليكم صبر ايوب، ده انتم في طبعكم اساسا بتتحملوا، حمولين عيوب كتير، اشخاص كتير حواليكم، حمولين ناس كتير حواليكم ما حدش يتحملهم اساسا بصراحه. يعني ربنا يعينكم بجد والله. نكمل بقى يا جماعه. في نصرة عندكم يا حبايبي، عندكم ميزان العدل في قلب الفنجان. وعايزة اقول لكم على حاجة، انتم لو في قضية الفترة دي شغلاكم او شغلكم الحكم بتاعها، القضية دي تخص حقوق راجعه لكم بإذن الله، ممكن تخص نفقة، حقوق اولاد، حقوقك انت لو او حقوقك، او ممكن تخص ورث، او ممكن تخص حاجة ليك عند الدولة عامة، ممكن يكون انت ليك عند الدولة حاجة ارض ولا اي حاجة مثلا كنت واخدها من الدولة. عامة بإذن الله هيكون عندكم نصرة. ماشي، أي ظلم برضو انتم اتعرضتوا له الفترة اللي فاتت او اتحطيتوا فيه او حد جه عليكم، انا شايفة ان انتم بإذن الله برضو ربنا هينصركم في الظلم ده على فكرة. ماشي، الظلم ده ممكن يكون واقع عليكم من ناس قريبين منكم جدا جدا.
ماشي. فانا شايفه ان في كارما هتقع عليهم على فكره يا برج الثور. برج الثور في مشاكل انت واقع فيها برضو الفتره دي، بعد طاقات منكم عندكم مشاكل واقعين فيها الفتره دي. شايفه ان مشاكلكم باذن الله دي هتنحل على خير برضو، لان انت يا برج الثور انت بتفكر في كل حاجه يا برج الثور، والله العظيم انت مشتت في التفكير، بتفكر في كل حاجه وحاجات كتير 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 في وقت واحد. فربنا يا رب يصلح حالكم، اللهم امين يا رب العالمين. بس انا عامه شايفه ان انتم لو في اي شيء انظلمتوا فيه عندكم رجوع حق، وشايفه كمان لو انتم ليكم حقوق ماديات عند حد باذن الله هترجع ليكم برضو على خير. في موقف انت تعرضت ليه يا برج الثور على فكره، ومن الواضح ان الموقف ده ضايقك قوي الفتره دي، اتعرضت من شخص ان هو يضايقك او يجي عليك او يجرحك. فانا شايفاك انت واخد على خاطرك من شخص وزعلان منه قوي على فكره، ومصدوم مش عارفه. انت ظاهر ان انت يعني عارف اللي هو ازاي ده، ازاي يحصل كده، وازاي ده حصل. ففي ناس كده في موقف اتعرضت له صعب قوي على فكره. فالموقف ده انتم ما كنتوش متوقعينه من الشخص ده، او ما كنتش انت متوقع ان يحصل كده معاك يا برج الثور. فعامة ربنا يعني يخفف الموقف ده عليك وتنساه باذن الله ويعوض عليكم. يعني لو في ناس حصل عندها طلاق الفترة دي، معلش انا مكنتش عايزة اقول كده بس مضطرية ان انا اقول كده، باذن الله ربنا يعوض عليكم بالخير باذن الله. ماشي يا برج الثور. برج الثور والله العظيم مش عشان انا زي ما قلت لكم اعرف ناس كتير من برج الثور، بس بجد اللي في حياته برج الثور ويخرج من حياته برج الثور يعيش طول عمره ندمان على برج الثور. اعرفوا حاجة زي كده، يعيش كله ندمان. ماشي، لان هو خسر، يعني هيبقى خسر شخص يعني صاحب صديق خير حنين. برج الثور عنده صبر، يعني خسر شخص حمول بمعنى أصح. أحلى مسا على الثوريات كلهم، نورتوني يا حبايب قلبي سواء في التيك توك أو في الفيس. ممكن بقى مشاركات، ما ننساش المشاركات ونكمل الفنجان. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما قلت لك خلي بالك من لقمة عيشك الفترة دي يا برج الثور. في ناس كتير منكم انتوا واخدين اجازة من شغلكم الفترة دي، لا اما واخدين اجازة يعني حابين ان انتم يعني تبعدوا نفسكم عن جو الشغل يعني وضغط الشغل، لا اما في حاجة تانية يعني انتم سبتوا شغلكم، فانتم قولوا لي بقى. ماشي. فعامة في ناس يعني ممكن تكون اختارت ان هي تاخد اجازة الفترة دي، تبعد عن جو الشغل، لان هي الفترة اللي فاتت اتضغطت كامت في الشغل، فقالت تقعد في البيت، فلقت نفسها بتضغط في البيت برضو، فلقت نفسها متضايقة ومخنوقة اكتر. يعني هي كانت حابة ترتاح، يعني انتوا كنتوا حابين ترتاحوا لقيتم نفسكم اتضغطتوا برضو في الشغل، في البيت قصدي كده يعني. فربنا ان شاء الله باذن الله هي فتره وتعدي عليكم على خير، ادعوا ربنا كتير. ماشي، ان شاء الله باذن الله تبقى اجازه سعيده. مش حاسين بملل بقى لما قعدتوا في البيت؟ ايوه، هتلاقوا بقى مشاكل كتير كده انت والشريك على طول. او انت بقى انت واهلك كده يعني. فخلي بالكم من نفسيكم، حاولوا بقى ان انتم يعني تخرجوا زي ما قلت لكم، تغيروا جو. يلا نكمل الفنجان. عندكم بشرة حمل على فكرة أصحاب برج الثور. شايفة إن في مناسبة بإذن الله هتكون عندكم تخصكم أو تخص حد من ولادكم، أو ممكن تخص شريكك يا برج الثور، أو ممكن المناسبة دي أنت هتروحها أو هتتعزم عليها عامة. ماشي، زي ما قلت لك إن في فلوس بعض الطاقات منكم انتم مسكتوها الفترة دي. لا انا عايزة اقول لكم ان في خمس نقاط بالظبط، وهتمسكوا فلوس بإذن الله تاني. ماشي، بس اي فلوس انتم بتمسكوها بتطير عامة، لان هي زي ما قلت لكم انتم العين على رزقكم، والله العين على رزقكم، ما يعلم بكم الا ربنا. ماشي، فبتطير مش بتقضي.
احتياجاتكم زادت قوي، مش معلش ظروفها هتعدي على خير. انا دايما بقول 2024، والله العظيم دايما بقول ان 2024 دي هتكون ان شاء الله وش خير وسعادة عليك يا اصحاب برج الثور باذن الله. ماشي يا حبايبي. بصوا بقى، انا عايزه اقول لكم على حاجه بالنسبه للعزاب. بالنسبه للعزاب اللي في علاقه مش مرتاحين فيها الفتره دي، يعني جواكم عايزين تسيبوا الشخص ده او عايزين تسحبوا نفسكم من العلاقه دي، ما تاخدوش وقت وتفكروا كتير، اسحبوا نفسكم، يعني ما تخلوش التردد يمسككم. بالنسبه للعزاب ليه بقى؟ ليه؟ لاني انا شايفه ان الشخص اللي انتم في علاقه معاه ده اولا هو شخص يعني شخص مش لايق عليك يا برج الثور، مش شكلا، مش لايق عليك في الطباع. ممكن يكون معاك شخص نرجسي او شخص اناني او بتاع مصلحته او مش حاسس بيك ولا مقدرك. فعامه اسحب نفسك بكل قوه من العلاقه دي. انت هتتعب شويه، بس عايزه اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى هيبعت لك ويعوضك بشخص جديد على فكره. فالناس اللي هتسحب نفسها من علاقه الفتره دي او ناويين على كده، في شخص جديد باذن الله هيدخل حياتكم، والشخص الجديد ده هيكون كويس جدا 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 على فكره، والله العظيم، وهيعوضكم الشخص ده. ماشي، ده بالنسبه للعزاب. بالنسبه بقى للمتجوزين، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عندكم زهق وملل وايه وحاجات كده كتير مخلياكم عايشين في روتين، بمعنى صح انتم في روتين الفترة دي فظيع خانقكم بمعنى اصح. فبالتالي اللي متجوزين محتاجين ان انتم تخرجوا او تغيروا جو او تعملوا حاجة جديدة، عشان الزهق والملل ده مش حلو بالنسبة لكم. ماشي. بصوا، لو ليكم صحاب حاولوا خرجوا معاهم، ماشي، يعني غيروا جو واخرجوا معاهم، ماشي، ده للرجاله. اما للستات بقى اتمنى ان انتم تعملوا كده، بس انتم مش هتسمعوا كلامي. ليه بقى؟ لان انتم اهم حاجه عندكم بيتكم، ولادكم، حياتكم، فطول الوقت بقى شغلين بالكم بولادكم وببيتكم وبمشاكل ولادكم بتحلوها، واللي عايشين في روتين. الشريك مش معاكم، الشريك مهتم بنفسه اكتر منكم على فكره، فخلي بالكم من نقطه زي كده. فيا ريت ان انتم تهتموا بنفسيكم، ليكم حق على نفسيكم. ماشي يا حبايبي. فحاولوا ان انتم تخرجوا تغيروا جو، سافروا، غيروا الملل والضغط اللي انتم فيه. مش هتفضلوا طول عمركم عايشين كده، عايشين هو اهم حاجه البيت والولاد وكده وخلاص. لا يا جماعه، لا، مسؤوليه عليكم وكل حاجه، بس يعني حسوا بنفسكم شويه عشان انتم محتاجين لكده. طاقتكم على فكره مستنزفه جدا، سواء ست او راجل على فكره، فخلي بالكم من نقطه زي كده. بعض المتجوزين عندكم برود الفترة دي، برود او نفور، يعني انت والشريك مش مفيش مشاعر حلوة ما بينكم، حاسين بروتين قاتل قاتل قاتل، سواء رجل او امرأة بينطبق عليكم على فكرة. ماشي. وارجع واقول اني ممكن برضو يكون يعني اقول لكم ايه، بس انتم عندكم طاقة سحر عامة، بعض الطاقات، فممكن يكون بسبب طاقة سحر هي اللي مخلية في نفور عند البعض منكم، او انت مش طايق شريكك الفترة دي. فان شاء الله باذن الله يكون عندكم استشفاء. بصوا يا جماعة، انا طلعت على التيك توك من يومين، في ناس كانت حاضرة معايا كتير، بس اللايفات كانت عندي في الفيس معرفش فيها ايه، كان فيها مشكلة بصراحة. ماشي. في سحر تفريق، في سحر تفريق عند برج الثور. ماشي. ف اللهم صل على النبي، كنت هقول لكم ايه، عماله مركزه في التعليقات بتنسوني، حرام عليكم. بصوا كان في لايف كنت عاملاه للعلاج، كانت جلسه علاج من السحر والمس والعوارض السلبيه كلها والحسد. في ناس كتير حضرتها على فكره، والحمد لله يعني الجلسه كانت مفيده بالنسبه لهم. فان شاء الله انا ناويه اعملها على الفيس باذن الله. هي ممكن اعملها لكم بكره مع الشيخ احمد رجب، هعلن عنها في الوقت بالظبط قبليها بساعة عشان تكونوا متواجدين معايا. فاللي حاسس ان هو محسود ومش عارف يرقي نفسه، الجلسة دي حلوة
يعني انا بقدم لكم العلاج، فانتم ساعتها هترتاحوا في الجلسه دي جدا على فكره، والعين باذن الله هتخرج منكم. ماشي. ولو في اي عوارض سلبيه هتبان، وهيكون في اسئله واجوبه، فانا ناويه على كده عشان ايه؟ يعني يعني قصدي عشان الفيس، يعني هو يعني كان المفروض اطلع عليه. ماشي. هطلع على الفيس بقى بكره، فاللي ما حضرش اللايف ده في التيك توك ممكن يحضر معانا بكره على الفيس باذن الله. بس الوقت امتى؟ هقول لكم الوقت قبليها. في ناس عندها طاقة سحر، ولازم منكم تعملوا استشفاء، ماشي، عشان تكونوا كويسين. تسلموا تسلموا لكل اللي بيكبس، تسلم لكل اللي بيعمل لايكات، كتر الف خيركم كلكم. ماشي يا حبايبي. بص انا عايزه اقول لكم على حاجه. في طاقات كتير منكم عندكم اكتشاف لوجود طرف ثالث، و يمكن برضو انتم اكتشفتم حاجة زي كده وهي السبب في النفور او البعد عن الشريك. بس انت عامة يا برج الثور، انت يعني مش هتتنازل عن بيتك يعني بالساهل، مش هتخلي حد يعني ايه يخرب بيتك. يعني ايه بمعنى صح، حتى لو اكتشفت حاجة زي كده ممكن ما تقولش عليها، وهتاخد وقتك كده في ان انت تفكر هتعمل ايه في الاكتشاف ده. ماشي. يعني في ناس كتير منكم رجاله من برج الثور بقى، انتم عندكم رجوع لطرف ثالث. رجاله برج الثور اللي كان من فتره ممكن تكونوا انتم في علاقه ثلاثيه، في طرف من الطرفين خرج من حياتك، او في طرف من الطرفين انت انفصلت عنه. انا شايفه ان الطرف ده الفتره اللي جايه باذن الله هيرجع ليك على فكرة، وهيرجع يعني عايز حياة جديدة معاك، او عايز صفحة جديدة معاك. كون ان انت تقبله ولا لا ده راجع عليك. ده لبعض الطاقات منكم اللي في علاقة ثلاثية. ماشي. بس خلي بالك ان بدخول الطرف ده حياتك تاني، خلي بالك لا تأثر في البيت او الطرف اللي معاك دلوقتي ايا كان هو وضعه ايه. ماشي يا حبايبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الناس اللي عندها مشروع او شغل في السوشيال ميديا باذن الله انا شايفه عندكم نجاح على فكره. ماشي. وعايزه اقول لكم على حاجه. هو في ناس انفصلت الفتره دي اكيد، في ناس انفصلت اكيد، في ناس حصل عندها طلاق بسبب طرف ثالث، وفي ناس حصل عندها طلاق بسبب سحر. فيا ريت والله، فيا ريت والله انا بس هرجع للشيخ احمد رجب. هو معالج روحاني وشيخ وبيعالج بالقرآن الكريم وما شاء الله عليه. يعني الناس اللي كانت موجودة حتى تخش، يعني كانت موجودة يا ريت تخش تقول يعني تعلق عنه، وتعلق عن الجلسة دي، يعني استفادت منها بإيه وايه اللي حصل، يعني عشان الناس اللي بتشوف التعليقات تقدر ان هي يعني تستفاد منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي بالك في لقمة عيشك زي ما قلت لك يا برج الثور، عشان انت بتتحارب، والله العظيم بتتحارب من ناس كتير. يعني ناس كتير عايزة تسرق مجهودك، تسرق يعني ما تخلكش حتى انت توصل لحاجة. بمعنى اصح في تعطيلات من ناس حواليك، يعني التعطيلات مش من عكوسات بس، في تعطيلات عندك في قلب الشخص، في قلب الشغل من الناس حقودة وحسودة. فخلي بالك يا برج الثور. ماشي. برج الثور خلي بالكم من نفسيكم. في حد من ولادك يا برج الثور في مناسبة تخصه. ماشي. وبعض الطاقات في حد من ولادك تعبك الفترة دي، او في مشكلة معاه الفترة دي، او ممكن تكون انت مشغول على حد من ولادك هو واقع في مشكلة عاطفية، او ممكن يكون انت كبير في السن، انت كبيرة في السن وعندك ولاد متجوزين فخايفة عليهم او قلقانة عليهم. وبعض الطاقات في حد من ولادك ممكن يكون متعرض لحبس يا جماعة ولا حاجة. يعني ربنا يصلح حالكم باذن الله، هيكون عنده نصرة وعنده خروج. لان في حد من ولادك زي ما تكون محبوس، او الحبسة دي اللي ظهرالي ممكن تكون خنقة هو عايش فيها، هو مخنوق بمعنى اصح. ماشي. فيا رب خير للجميع. اصحاب برج الثور يا رب اكون كفيت ووفيت. تعليق ايجابي منكم، هنشوف الكروت بتاعتكم ويا رب خير. نشوف كروت الملائكه الاول. اتمنوا خير لنفسكم. معلش زي ما قلت لكم اني انا اقسم بالله العظيم غصب عني الستاند متنيل على عينه خالص، بمعنى متنيل على عينه، يعني لو اتخبط خبطه بجد والله هيقع، فغصب عني
انا بقى كده ايه هقلب لكم الكروت، بس هحطها قدامكم ونختار ببركة ربنا ان شاء الله، ويا رب خير للجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. نشوف رسالة ليك، رسالة الملاك. محتاج يعني يكون عندك معلومات اكتر، فانت لو في حاجة الفترة دي بتسعى ليها، او في حاجة شغال عليها، او شغل جديد داخله، او شراكة، او انت بتنمي من حاجة تخصك يا برج الثور، او بتدرس اي شيء، او انت في دراسة، ما تخشش الحاجة دي غير لما يكون عندك معلومات كتير بيها، تكون ملم بالمعلومات كلها. الكارت بيقولك احصل على معلومات اكثر. ماشي. طيب ممكن ناخده بطريقة تانية بقى يا جماعة اصحاب برج الثور، بمعنى تاني. الناس اللي عندها شك، مجرد شك لا يكفي. شك في اي شيء، شك في حوار، شك في موضوع، شك في شخص، شك في علاقة، ايا كان وضعكم ايه، الشك وحده لا يكفي. لازم يكون في دليل او معلومات انت تكون معاك عشان تقدر في المواجهة، تقدر تواجه بكل قوة. ماشي يا اصحاب برج الثور؟ ماشي. نخلي الكروت كده على جنب، نشوف الكروت الرومانس هتقولك ايه. كروت ام مازن دي، يلا. وانا كمان بحبكم، بحبكم كلكم. ثواني ثواني. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا والله الترابيزه بتتهز والبتاع بيتهز اللي انا حاطه عليه الموبايلات. ويوم الجمعه لو نزلت ان شاء الله هجيب لكم استنداد واجيب لكم ترابيزه جديده. ماشي. نقول بسم الله. نشوف كارت الحب او كارت الرومانس هيقول لك ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب خير. بسم الله. الحب الحقيقي. مين فيكم بقى الفترة دي في قصة حب؟ مين فيكم في قصة حب؟ في حب جديد، في حب جديد هيخش لكم، ما يكون حب حقيقي بإذن الله، او في قصة حب انتم عايشين فيها الفترة دي. انتم بتحبوا شخص قوي، ده الحب الحقيقي، الشخص اللي معاكم اللي انتم مرتاحين معاه يعني. ماشي. طبعا احنا زي ما قلنا ان دي طاقة عامة، فالطاقات كلها يعني مالناش دعوه بالناس اللي عندها مشاكل اللي ظهرت لي. في ناس الحمد لله ربنا يديم عليكم نعمه، اللهم امين، عندكم استقرار وفي حب وفي تفاهم وفي عشره جميله وفي امور كتيره حلوه، ربنا يتمها عليكم على خير، اللهم امين. فالحب اللي معاكم لازم تحافظوا عليه. ماشي حبايب قلبي، كفينا ووفينا مع برج الثور. اتمنى تكون يعني تعملوا لي مشاركات.